على موجات صوت رادة الحياة يتواصل هذا اللقاء مستمعينا ومستمعاتنا من شرفات المساء. أهلا وسهلا بأنيس الحميدي. وصلنا بكري برشا أنيس، تحياتنا ليك. ما زلنا مواصلين مع محمد أمين بوبكري، ما نسيبوك كانوا 7 أمين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا اللي اخترتوا موجاتنا واخترتوا تتابعوا هذه الشرفات. الشرفة الثانية نفتحها على عالم أمراء الكلام، على عالم البوح الشهري، وفي ضيافتنا شاعر يزور تونس هذه الأيام ويشارك في عدة فعاليات. عن الشاعر المغربي محمد اللغافي أتحدث. سعيدة وترحب بك أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك معنا في إذاعة تونس الثقافية وفي شرفات المساء. شكرا كثيرا على هذه الاستضافة. أهلا بك معنا محمد اللغافي. هذه زيارة كم إلى تونس؟ أسبوع تقريبا. من أسبوع في تونس، لكن هذه زيارة رقم الثاني، رقم جوج، رقم اثنين، يعني هذه زيارة ثانية إلى تونس تشارك في فعاليات ثقافية في البلاد. ما هذه المرة الدعوة موجهة من أي طرف؟ السنة الفارطة كانت فعلا دعوة، وهذه السنة دعوة من منتدى الجازية. منتدى. طيب، للثقافة والفنون. محمد اللغافي، ماذا يمكن أن نعرف عن هذا الاسم في عالم الشعر والأدب؟ هو إنسان بسيط، إلا أن الآخرون يحاولون أن يكبرون من حجم. إنسان بسيط، أكتب نصوص، لا أخجل أن أسميها شعرا. أنا أقول أكتب نصوص والآخر يسميها شعرا، وهذا يعني شأن الآخر وليس شأني أنا. تكتب الشعر فقط محمد اللغافي؟ حتى في القصة القصيرة، حتى في القصة القصيرة، ومقالات وفي النقد على الجرائد الوطنية في المغرب. تكوين عصامي وإنتاج غزير. تمام. تكوين عصامي، أنا خريج سنة خامسة ابتدائي. نعم. وأصيل دار البيضاء طبعا بالمغرب الشقيق. صدرت لك مجموعة أعمال، منها المشتركة ومنها تمام. الأعمال الخاصة. سوق عكاظ، شعر الحواس الخمس الخطوة الأولى، شعر الأعمال الفردية امتدادات، شعر وحدي أهمل هم هذا الوجه، شعر للموت كل هذا الحب، للموت كل هذا الحب، هذه كذلك شعر. نعم. حوافر في الرأس. كان عليه ألا يكون، وهنا يعني اشتغال على الكلمات، وهنا تغير المجال ومن القصيدة إلى القصة القصيرة. كذلك ليس هذه القصة الوحيدة، هناك مجموعة من القصص القصيرة التي لا أدري إن كانت الآن قد وجدت طريقة إلى طبع أم لا. الكرسي. بالنسبة كان عليه ألا يكون، هي مجموعة قصصية مطبوعة جاهزة، وهناك نصوص أخرى كلها كتب مطبوعة. العناوين التي ذكرت هي كلها مجموعات شعرية، يعني دواوين، بين هذه الدواوين مجموعة قصصية كان عليه أن لا يكون. كتبت المسرح، مسرحية شعرية سابقا في البدايات. نعم. يعني ما الذي أراك في الجمع ما بين المسرح والشعر وخوض تجربة، يعني مغامرة؟ هي كانت في زمن التأسيس. كنا نؤسس أنفسنا أولا. لما انتمينا لدار الشباب سيدي مومن، وأسسنا ناديا اسمه نادي حواس الخمس للإبداع الشعري. هي نادي أم حركة؟ أو نادي تطور إلى حركة؟ هو نادي، وأنا لا أسمي حركة، ولكن الآخرون حركة أدبية. من هم الآخرون؟ أصدقائي فعلا. حركة أدبية. أنا سميته، كان نادي فبقي نادي. هو نادي الحواس الخمس للإبداع الشعري. الحركة يعني
إلى حركات سياسية، حركات نضالية. نحن فقط كنا نكتب الشعر. نعم. تمارسون الفعل الأدبي اللي نقول بعيدنا عن السياسة، بعيدنا عن كل نعم. السياقات الأخرى، إلى جانب نادي الحواس الخمس. يعني أنت لك حضور على مستوى المجتمع المدني في عدة جمعيات، وأنت شغلت منصب رئيس جمعية الماس للثقافة والفن تقريبا 10 سنوات قعدت في هذا المنصب أستاذ محمد. كذلك أنت تعتبر من رواد، وهذا ما يقوله الآخر كما تقول، من رواد القصيدة الحديثة في المغرب. التجربة تعود إلى الثمانينات تقريبا، وكانت انطلاقتك مع حركة أو كما قلت مع نادي الحواس الخمس، وطورت هذا النشاط الجمعياتي وفتحت على عدة جمعيات في المغرب وخارج المغرب. نعم. وكان توقف من جمعية الماس للثقافة والفن إلى 2010. توقف إلى 2010، فأسسنا جامعة المبدعين المغاربة اللي هي الآن انتشرت عبر العالم. أنا أقول بأنها أصبحت جمعية عالمية. طيب، عن تجربتك الشعرية نتحدث. ما الذي يميز محمد اللغافي في تجربته الشعرية؟ لمن يكتب؟ ماذا يكتب محمد اللغافي؟ يكتب نصوص أنا أعتز بها، ولكن لا أحاول أن لا أفضلها عن نصوص يعني شعراء آخرين. دائما أنا أقول ماذا كتبت، ويعني أراجع نفسي، أراجع كتاباتي، أقارنها مع كتابات كبيرة أدونيس، صلاح عبد الصبور في المغرب، شعراء كبار، منهم من رحل ومنهم من ما زال، يعني عبد الله الرجع رحمه الله، سي النجاطي رحمه الله، وبنيس سي محمد بنيس الله يوفقه والله يطول عمره. لكن هذه أسماء تأثرت بها؟ لا أقول تأثرت، ولكن هم شعراء كبار. أنا لم أتأثر بأحد. كنت أول تأثير لي كان بأبو القاسم الشابي من تونس. لأنني كنت أكتب القصيدة العمودية، وقرأت جدا أبو القاسم الشابي. يعني هو شاربني أبو القاسم الشابي، تخلصت منه بالكاد. يعني لما وجهت إلي انتقادات فقلت فعل. انتقادات من أي نوع؟ يعني اتهموك بالتقليد أو بماذا بالضبط؟ أنا كنت في بداية، أقول أن البداية جاءتني دعوة من إعدادية أو إعدادية وثانوية، يعني غادي نتقابلوا الطلبة ونقرأ فيهم شعرا أنا ورفاقي. قرأنا بعض النصوص. أسمع أحد الأساتذة يقول إن حركة ثقافية جيدة وجميلة، هم الذين يقولون حركة للسوداء، هذه حركة ثقافية جميلة ونتمنى لها المستقبل، ويجب فقط على بعضهم أن يتخلص من تاع الشابي والمتنبي. حينما قال الشابي والمتنبي وكذا، أحسست بأنني أنا المقصود بالشابي. الشابي أثر فيك كأسلوب، يعني ككتابة أو كتوجه في أو كتجديد؟ أنا لا أقول هو مجدد، ولكن هو كان مناضل، ويعني قلق على البلاد، قلق على الهموم، يعني القضايا التي ثم القضايا الذاتية لأبو القاسم الشابي كانت تأتي بشخصه، شخص هذا الشاب هو، لأنه كان شابا وأنا كنت شابا في تلك اللحظة. نعم. مجموعة دواوين، مجموعة من الكتابات، مجموعة من القصائد نجدها لمحمد اللغافي موجودة متوفرة على الانترنت، كلها كاذبة يا أبي. قصيدة اللغافي، وهنا يعني مثير العنوان، عذرا أنا صفر، بابل تحتذر. قصيدة ترجمة قصيد محمد اللغافي، هذه قصيدة
أحلام أكتوبر إذا مترجمة. مترجم. مترجمة. أصابع ضائعة. أصابع ضائعة. أنا ذكرتني نص طويل. فيه روح الشابي هذا وإلا ما فيش؟ لا بعيد. هادو كلهم كانوا بعاد من الشاب. بعاد من تخلصت منهم في خلصت منهم في الثمانينات. تذكرت يعني بعض الكتابات اللي في فترة انبهارك بالشابي ربما وبتجربة لا أذكر. كنت أكتب القصيدة ذات الشطرين. العمودية. شعيلة. تخلصت من سور، تخلصت من كل شيء يعني. خرجت من جلباب القاسم الشابي لتكون يعني اللغافي. محمد اللغافي. لو اقترحنا عليك أن تسمعنا قراءة، ماذا تختار محمد اللغافي؟ بحث. أكيد يعني يعني ما دمنا في ضيافة شاعر لابد أن نستمع إلى الشعر، حتى يعني يكون حديثنا يترجم. يعني لما نقول هو يعني لما محمد اللغافي يتحدث أنه تخلص من جلباب الشابي وطور يعني اتخذ له أسلوبه في الكتابة الشعرية، وكتابة يؤمن بها لا يخجل بتجربته يقابل بها القارئ والجمهور في المغرب وفي العالم العربي. يعني كلك فخر بهذه الكلمات التي تكتبها. فلنعطي بسطة ونعطي لمحة وفكرة عن من نماذج من هذه الكتابات. وبعد أن تخلصت من كتابة من قصيدة التفعيلة أصبحت تكتب في الحر. نعم، قصيدة متحررة. قصيدة متحررة. إذا نتحرر من التفعيل ونتحرر من الشابي ونغوص في عوالم اللغافي من خلال قراءة أولى. ماذا اخترت لنا؟ اخترت النص الذي ذكرتيه في البداية، كلها كاذبة كاذب. ربما هو طالعني أيضا بالصدق. نعم، نستمع إذا إلى هذه القراءة بصوت ضيفنا الشاعر محمد اللغافي في قصيدة كلها كاذبة. يا أبي. يا أبي، السماء تمطر بالكاد وجعا، وعيون الكادحين بائسة كما ورقة الخريف. يسقط القلب على عتبة الريح، والأنباء هذا المساء كاذبة. لغة الحب كاذبة، الأيام ومدينتي حين تبتسم كاذبة. حتى أمي حين تطمئنني عن وطني كاذبة. قصائد الأمل والأحلام والرؤى وأناشيد الأطفال ولافتات الحقوق والوعود ومواثيق السلام كاذبة. يا أبي، يا جرحي الغائر، يا عمري الدفين، لا علاقة للصمت بنشاز الأمكنة. ما الأمكنة بدون صوت، وما الصوت بلا صدى، وأي صدى هذا؟ والقصيدة ما زالت مطولة، والقصيدة بعنوان كلها كاذبة يا أبي، قصيدة للشاعر محمد اللغافي الشاعر المغربي، ضيفنا في هذا المساء وفي هذه الشرفة الإبداعية التي نفتحها كما قلت على عالم الشعر. أن تكون عصاميا، هل يحد هذا من انتشار الشعر؟ حقيقة أنا لا أقول عصامي، ما دمت أنك تقرأ فأنت لست عصامي. نعم، فأنت مثقف. أنت مثقف، أنت خرجت، رغم أن المدرسة لا أو الثانويات أو المؤسسات لا تخلق شاعرا ولا تصنع شاعرا ولا كاتبا. نعم. نهائيا. المثقف يصنع نفسه. أنا أعتبر حتى المثقف الخريج الأكاديميات في الإبداع فهو عصامي. فلم تعلمه المدرسة كتابة الشعر. نحن خرجنا وقرأنا، يعني ربما. لمن يقرأ محمد اللغافي؟ أنا قرأت للعالم. للعالم؟ قرأت للعالم. أنا لست محدودا في قراءاتي، وليس لي مثلا أي تحفظ. أنا أقرأ
أقرأ للمسيحي للمغربي للعربي أقرأ الشعر العالمي، كل أقرأ اللغات بلغات الثقافة، مختلفة. أقرأ الترجمات. أقرأ الترجمات، ولكن تكون ترجمة يعني مليحة، ترجمة مخدومة، يعني ليست أي ترجمة. الترجمة التي تحول لك النص كما هو تقريبا. هي يقال أن الترجمة خيانة للنص، دائما ما توصف الترجمة بأنها خيانة للنص، لكن ترسل لك يعني الحد الأدنى ربما، لكن النص يفقد بعضا من روحه، بعضا من هناك مترجمين نعم. يعني ضالعين نعم. في الترجمة. المصطلح يغير حسب النص. نعم. ولا يغير حسب نفسه. الشعر له طريقة أخرى في الترجمة، ليس ترجمة حرفية، لأنه مهم أن نبلغ الصورة والمعاني. نعم، لابد من أن نبلغ الصورة والمعنى من خلال ترجمتنا لأبيات القصيدة أو لكلمات القصيدة. يعني محمد اللغافي وموضعه في المغرب مع بقية الشعراء، كيف تجد يعني محدود نشاطك لاسم يعني فرض نفسه في الساحة الثقافية الشعرية المغربية اليوم؟ كيف ينظر محمد اللغافي؟ هو الآن هو اسم فرض نفسه في الساحة الأدبية المغربية. أكيد. يعني تصيفط نص الجريدة مشروع في الوقت، تصيفط ما قمت سابقا. عانيت سابقا؟ عانينا كثير. أي نوع من المعاناة؟ حصارات يا أخي. كان حصار ثقافي. كانت خصوصا السياسة. كتبت في السياسة يعني محمد؟ أنا تسيست، أنا كنت وما زلت أؤمن بأنني يساري. هو موجود النفس، يعني كاذبة كلها كاذبة اللي فيها نفس. أنا مررت مع رفاقي في الاتحاد الاشتراكي، ما زال لدي تعاطف مع اليسار، ولكن أنا مستقل في أفكاري، في تعاملي، أتعامل مع اليسار ومع اليمين ومع كل، لأنني أنا منفتح على كل الشاعر يجب أن يكون منفتحا. لا ينغلق في سياسة معينة. يجب أن تكون للكل والكل لك. أيهما أقرب إلى قلب وروح محمد اللغافي، الشعر أم القصة؟ القصة لا أكتب إلا نادرا. ما الذي أخذك إلى طريق القصة إلا نادرا. كتبت بعض النصوص وحاولت، أنا أقول محاولات، لأن أنا حاولت حتى في الرواية وفي السيرة الذاتية ولم أستطع طبعها، لأن كنقول متى كتبت هل أنا في يعني في مستوى ديال الرواية العالمية. هل أنا كتبت مثل عبد الرحمن منيف، مثل عندنا في متعبة هذه المقارنات. عندنا واحيانا تكون معجزة لكل. أنا كنكتب، يمكن تكون لك تجربتك وروائية نكتب رواية حينما أقرأ لروائي كبير أنساه، ولم أكتب رواية والله. قناعاتي. لم تفكر في مراجعتها، في تطويرها أو في كتابة أخرى، يعني في تجربة؟ أنا أؤمن بالغد، ربما أفكر ممكن، ولكن لا أؤمن بالغد. هل الغد سيأتي بالنسبة لي؟ بالنسبة لك أنت يعني. لكن في العادة الشعراء هما يعني لنقل يعني يدعون للأمل وليس للوقوف عند ليس تشاؤم، وليس تشاؤم، هو إيمان. لسنا يعني خالدين، وليس لنا غد إلا حين يأتي، إلى أن يأتي نقول نحن في الغد. هذه فلسفة المبدع. هل الفلسفة لها حضور في كتاباتك محمد؟ ربما أجد بأن كتاباتي كلها فيها هذه النزعة، رغم أنني أنا لا أصطنعها. أنا حياتي فلسفة. حياتك فلسفة، وهي فلسفة حياتك واختيارك في ليكون هكذا، تكون هكذا طبيعة مسارك في المجال الثقافي والإبداعي. وجدت صعوبات في البداية، لكن هل وجدت من ساعدك وآمن بتجربتك كذلك محمد؟ ممكن أذكر يعني من لهم بعض الفضل، مثل أستاذتي رحمها الله زهرة الزيراوي، أول امرأة في المغرب
احتضنتني وفتحت لي صالون صالون ثقافي مع كبار كتاب العرب في بداية التسعينات. في التسعينات مع كبار كتاب، حتى أنه كتب عني فيصل عبد الحسن اللي هو شاعر عراقي وإعلامي كان يعيش في المغرب، صفحة في جريدة الزمان الزمان اللندنية. بمعنى أن هذه واحدة من الناس اللي احتضنوا التجربة وفكروا. ومن بعد كان صديقي اللي هو شاعر الآن وروائي الأستاذ حسن النجمي ومعروف، كان يشجعني رغم أنه كان في الاتحاد الاشتراكي وكان صحفي في الاتحاد الاشتراكي، كان يشجعني بالكلام، ولكن الفعل مثلا ينشر لك نص ولا هذه تحسب بأن النص مازال ما نضجش، لم ينضج بعد، عادي عادي. من غير هادو لم أجد أحد. بعد ذلك شققت الطريقة بنفسك وآمنت بقدراتك نعم، باختيارك في الشيء. حتى آمنت بالقصيدة وآمنت بك القصيدة وتتالت الكتابات والإصدارات. فمش مشكل الإصدار يعني في المغرب، يعني عادي، تجربة شابة أو تجربة جديدة في مجال الكتابة الشعرية ما تلقاش نفور من بعد دور النشر، أو يعني بالعكس أنا أصبحت ناشرا دابا. كنا نجد مشاكل واحد الوقت، الآن أنا ناشر. أنا أساعد شباب على النشر. أخرجنا جيلا من الشعراء في المغرب وحتى خارج المغرب، وهذا ما أخذني إلى تونس وأخذني إلى بيروت وأخذني إلى القاهرة كدار نشر، يعني كناشر كشاعر أقرأ الشعر وكناشر. أو بالنسبة لبيروت أخذوني كشاعر أولا، ثم كمؤسس لثقافة حرة، وهذه يعني شخصية فريدة من نوعها، عصام كذا ولا شيء. في تونس جئت ناشرا المرة الثانية، كنت شاعرا وناشرا، لأن توأمة ما بيني وبين الجازية طبعا لهم أعمال في المغرب. جميل. وجئت بها إلى هنا، شجعنا أناس في تونس أيضا. يعني حاولنا، يعني أنا لا أضحي، ولكن على أساس أن نخلق هذه الآفاق. ومد جسور ربما للتواصل وتبادل الثقافي ما بين الأجيال، ما بين البلدين، كذلك إثر التجربة اكتشاف الآخر، الانفتاح أكثر على التجربة المغربية في مجال الأدب والشعر، وكذلك التجربة التونسية كذلك. وجميل هذا يعني هذا الانفتاح وهذا الالتفاف حول الابداعات الشابه والشباب اللي يلقى صعوبات كبيره في لدي اصدقاء كتاب في تونس. نعم. احبهم ولدينا تواصل دائم، وهذا المطلوب ما بين يعني المبدعين والكتاب، هذا التواصل وهذا التكامل كذلك في الافكار وفي المساعي من اجل النهوض بالثقافه العربيه، بالادب العربي، بخلق تجارب مشتركه، بخلق افاق ويعني فضاءات ربما للتواصل للتلاقي، حتى ولو كان يعني هذا يعني شفناه في فتره الكورونا، حتى العالم الازرق اليوم والعالم الافتراضي كان سهل هذا اللقاء وسهل جمع هذا الشتات للأدباء والمبدعين والكتاب العرب. واليوم هذا الفضاء الافتراضي، حتى وإن يعني عجزنا عن التنقل جغرافيا بالطائرة أو بأي وسيلة، فإنه هذا الفضاء يجمعنا اليوم. صالونات، لقاءات، منتديات، ندوات، يعني موائد مستديرة وغيرها، أماسي شعرية وأدبية وثقافية، كل اليوم أصبحت متاحة عبر النت، لا لشيء إلا لدعم هذا التكامل وهذا التقارب الثقافي ما بين الشعوب على اختلافها، على اختلاف عقيدتها، أديانها، لغاتها، ومهما كان يعني الاختلاف. تجمعنا الكلمة، تجمعنا الفكرة، يجمعنا الأدب وتجمعنا الإنسان. تمام. أنا حالا فكرت في تجربة أخرى، يعني طبعا كتب جماعية عربية. طبعا أنا
أشتغل حاليا على كتاب عالمي دولي. ديوان شعري دولي. يعني فرنسي، إيطالي، هندي، أي. ستقوم باختيار النصوص أم تدعو كتاب إلى تقديم مقترحات؟ لا، الكاتب يبعث لي نصوص ونحن نرى ونترجمها عندنا في المغرب، وفهمتي، ونضيفها مع الصورة مع كذا. دابا نحن وصلنا إلى 45 كاتب، منهم 3 من إيطاليا، فرنسا 2، سوريا كتر أخذت 3، تونس كتر أخذت منهم تقريبا 3 أو 4 من تونس، من المغرب كذلك، من البلقان. لما لا؟ وإحنا باقي كنشتغلوا، باقي ما كملش التجربة، باقي ما كنشتغل عليها الآن. نعم. هناك تجربة مماثلة تحدث في الجزائر مع الشاعرة سليمة مليزي. هناك في المغرب شاعرة مغربية مهتمة بالأدب النسوي لنقل والكتابات النسائية في المغرب العربي وفي العالم العربي. يتحدث عن فاطمة بوهراكة. فاطمة صديقتي، نعم، كانت معي الأسبوع اللي فات. نعم، وهي الحقيقة شاعرة وباحثة مجتهدة جدا وتسعى إلى التعريف بتجارب وكتابات إبداعية. الأنثولوجيا، الموسوعة الكبرى للشعراء العرب. نعم، زوز موسوعات، مجلد، يعني عندها مجموعة من الإصدارات تقريبا من 2000 صفحة. نعم صح. كما قلت هي باحثة مجتهدة ويعني تسعى أو تقوم بجهد كبير من أجل التعريف بالمدونة الشعرية العربية خاصة، والنسوية تقريبا خاصة لها تجربة خاصة للكتابات النسائية بما فيها في تونس، في عدة دول. لذلك قمت أنا بتكريمها في هذا الشهر. تحيتنا للشاعرة فاطمة بوهراكة، كان في يوم ما ضيفتنا على موجات إذاعة تونس الثقافي، وكنت سعيدة جدا بتخصيص لقاء معها ومتابعة. الحقيقة دائما نتابعها على مواقع التواصل الاجتماعي ونتابع في مجهوداتها اللي تقوم بها هذه الكاتبة الشاعرة والباحثة فاطمة بوهراكة. يعني احنا خصصنا ربما بعض الأسماء، لكن أكيد الساحة الثقافية تعم بالناشطين، تعم بمن يسعى إلى يعني توحيد الجهد، بمن يسعى إلى الانفتاح، بمن يسعى إلى الاستماع إلى الصوت الآخر، وكذلك إبلاغ الصوت المغربي في دول العالم العربي، ليس فقط في العالم العربي لكن في العالم ككل. لكن على الأقل العالم الإنساني، لكن على الأقل نبدأ ببسط مد هذه الجسور في المجال الجغرافي الأقرب، ثم ننفتح شيئا فشيئا على الآخر. أدعوك لقراءة أخرى سيد محمد. ماذا استقرأنا هذه المرة؟ يعني كما قلنا مجموعة من القصائد اللي ربما مما ذكرت كهفوة الريح أو أنفاق أو غيرها. يعني الحقيقة خذتني رومانسيا إلى أستيلا عنوان مغري. من هي أستيلا؟ أستيلا كاتبة سودانية وقعت في مشاكل وهنا نتحدث على الانفتاح وعلى التضامن مع الآخر. أستيلا زئبقة الضوء في الخرطوم. أعتقد بهذه الكلمات تحدثت عن أستيلا. أوكي، نشوف شي نصوص من المجموعة الشعرية. للموت كل هذا الحب. للموت كل هذا الحب. يلا نسمعك في هذه القراءة. ياه، كم كانوا يهيئون فيك من كلام بارد كالشعر، يدفعونك من الخلف كي تسقط في سحر النشيد، وكان عليك أن لا تزحف في اتجاهها على ركبتيك. كنت أرى البحر يتموج في عينيك لم يبقى غير وحشة فائقة الانتظار. لم تكن تعلم أنهم لما مسحوك من جلدك كانوا يعدونك لمثل هذه المهمة، ولم تجن من حلمك الناضج سلفا غير غفوتك.
عسير أن أراك تجرجر وجهك إلى آخر المتاهة. لم تسعك البلاد كلها كي تنبش وطنا لجثتك، لكن ما يحصل في العالم الآن هو نتيجة لخطأ قديم. كان عليك أن لا تشخص حدقيك في الذين يحتفلون بمواسم انتصاراتهم. كان عليك أن لا تبصر الوجه الواحد الذي يطل من كل الفجوات بدون انقطاع. كنت أتفرس التواني التي تشبهك، كنت سأحتفل تماما بانضباطك لو لم تفقد عقارب الساعة توازنها. الإمضاء محمد اللغافي. كتاباتك لقت الاهتمام وحتى الترجمة أعتقد. تمام. ترجمت إلى عدة لغات كتاباتك الشعرية. تمام. ربما كنت سأذهب إلى أوسلو لو لم يتوفى صديقي المفكر الكبير وليد الكوبيسي. كان كان يترجم. هو عراقي مقيم في أوسلو، جنسية نرويجية. ترجم لي عدة نصوص حتى أصبح النرويجيين في النرويج يطلبون مجيئي إلى أوسلو لكي يستمعوا لي شخصيا ويترجموا لي أعمالي. بدأنا نرتب في الوثائق ونرتب في الأشياء. أصابه السرطان وفي فترة وجيزة أخذها. هذه سنة الحياة وهذه إرادة المولى، يعني المطعن حق. وأنت تحدثت عن الإيمان. نعم هذا الإيمان. نعم. هل سنصبح للغاية؟ لكن نأمل يعني أنه دائما هناك غدا جميل ينتظرنا في كل الأحوال نسعى إليه، حتى وإن لم يأتي أو لم نذهب إليه، لكن المهم أن نعد له شيئا. أنا أعد. نعم، نعد له شيئا في كل الأحوال. لغات مثل الفارسية، مثل الفارسية. هناك صديق يترجم لي إلى الفارسية دائما. نعم. هو محمد أمين الكرخي. هو شاعر عراقي فارسي. يعني ولغات أخرى أكيد. فرنسية دائما تترجم نصوصية باستمرار. نعم. باستمرار. الإيطالية. صديقي يعيش في إيطاليا يترجم النصوص إلى الإيطالية دائما. فرنسي يوميا يلوح لي صديقي. نعم. يوميا يبعث لي بنصوص مترجمة. يعني نصوص تلقى الاهتمام من الآخر يعني، وتوصلت إلى العالم بلغات أخرى. وليس فقط باللغة العربية. اللغة الأم لمحمد اللغافي، وهذا يساهم في انتشاره، في وصول محمد اللغافي إلى الآخر. أعتقد أنه يساهم. ما أمكنش انتشار. أنا يعني بفضل الترجمة أنا أعرف شاعرات إيطاليات الآن ينشرون في مؤسستي. جميل هذا التشابك في العلاقات، وهذا التشبيك ربما للعلاقات الأدبية والثقافية مع الآخر، فتكون خدمة الأدب العربي وخدمة الأدب الأجنبي. تتحرك عجلة الترجمة ما بين البلدان، ويعني الإيطالي يترجم إلى العربية والعربية يترجم إلى الإيطالية، وهكذا. يعني يكون هذا الإثراء للمدونة الشعرية الإنسانية أو المدونة الأدبية الإنسانية. نعم. يعني جميل الاشتغال على هذا الموضوع. أستاذ محمد، تشارك في فعاليات ثقافية في المغرب وخارج المغرب، وعلى غرار زيارتك إلى تونس هذه الأيام كانت لك لقاءات أين بالضبط في هذه الفترة؟ كان لي لقاء إذا نزل ما نذكرش النزل. لواحد قرطاج. كان شي لقاء في قرطاج قدمنا فيه الكتب التي أصدرناها للجازية. نعم، مع هذا الصالون. نعم. واليوم أيضا كان السليمانية. نعم. لتقديم الكتب التي كناشر يعني أو كشاعر. كناشر طلبوا مني قراءة شعر. لم خانني الفيسبوك. الفيسبوك اليوم. نعم. جاءت
جبت معي المجموعة الأخيرة اللي هي الطبعة الثانية، لا الطبعة الثانية اللي مكتظون بأي الفراغ. جبت بعض النسخ تفرق مع الأصدقاء في المقاهي. في المقاهي. فاليوم الفيسبوك للاسف شفت يعني قديش اصبحنا نعتمد على هذا تماما الفضاء. يعني اليوم الكثير من الكتاب يعني ينشرون قبسات او شذرات او مقاطع من كتاباتهم للتواصل لجسد نبض القارئ. كذلك يعني اليوم اصبح حتى الشاعر او الكاتب يستشعر يعني رد الفعل الآخر من مقطع، من بيت شعر ينشره يعني يتأمل في تفاعل الآخر، وهل يكمل في القصيدة ويكمل في التجربة أم لا. نحن سنكمل حديثنا عن هذه التجربة، تجربة الشاعر محمد الغافي، بعد هذه الفقرة القارة على موجات إذاعة تونس الثقافية. ابقوا معنا. إذاعة تونس الثقافية.